السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بس بخير. الفيديو بتاعنا النهارده الناس اللي بتشتغل، اللي مش فاضيه، اللي ما عندهاش وقت، اللي بتحب تريح دماغها وبتبقى ماليه تلاجتها او الفريزر بتاعها. ده كيلو لحمه مفروم، دول بصلتين، دي ميه البصل، وهنعمل احلى كفته. يلا بينا. ده البصل بتاعنا، انا فرمه بصلتين كبار وعصرهم من الميه كويس. تمام، لازم يتعصر من الميه كويس. وده كيلو لحمه، لازم يكون اللحمه ايه، سمينه شويه كده، عشان لما نيجي نعمل الكفته بتاعتنا وتستوي تكون طريه وجوسي وجميله كده، والدهن بيخليها طعم حلو برده، ما تبقاش ناشفه مننا. يلا بينا نحط البهارات بتاعتنا. اهم حاجه لازم نحطها ضروري معلقه بيكنج باودر، بتخلي يا جماعه الكفته هشه وجميله، مش مكتومه من جوه ولا حاجه. معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، رشه من جوز الطيب ولا نص معلقه كده، ما كملش نص كمان، وشويه بهارات لحم. وادعكي بقى ايه، دعكه مظبوطه لما تقولك ارحميني. يلا بينا دعكه مع بعض كويس. شايفين يا بنات بقى، انا بصبع الكفته على دي. بصوا لازم نتك عليها كويس كده ونجبسها عشان ما تفكش مننا، وندعك كله في بعضه، نمسك كله في بعضه كده. عشان ايه؟ هعمل لك صبع كمان. وميه البصل كده لو ايدينا ايه اللحمه لازقه فيها، بصوا على طول بتسلك الدنيا. بصوا بسرعه 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 بسرعه. يلا شايفين بقى، انا خلصت كده الكميه كلها. احطها في الفريزر بقى تجمد ساعه كده، وبعد كده ايه اعبيها في اكياس. لكن لو حطيتها في الكياس دلوقتي وهي طريه كده هتلزق في بعضها طبعا وهتبوظ خالص. لازم الاول نقعدها في الفريزر ساعه او ساعتين لحد ما تجمد، وبعد كده نعبيها في الاكياس ونفرزها بقى. ايه رايكم؟ جالك ضيوف فجاه مش عامله اكل، تطلعي وتعملي منها على طول. بتنجز يعني. وكمان لما بتقعد في التتبيله بيبقى طعمها حلو، يعني لما تتبليها وتحطها في الفريزر وتيجي تطلعها تلاقي طعمها بقى حلو. شايفين يا بنات بعد ما جمدناها خلاص اهي. تقدري بقى تحطها في تقدري تحطها في الكياس براحتك، براحتك، ولا تلزق ولا اي حاجه. يلا بينا عشان نعبيها في الكيس بتاعنا. انا جبت كيس من اللي بتاعت الثلاجه الطويله، عبيها بقى. شوفي انت عامله الكميه بتاعتك على حسب بقى انت عايزه تعمليها على كام كيس. ممكن اعملهم على كيس واحد او كيسين عشان تطلعي وتبقى جاهزه على طول زي كده مثلا. لو كانت مثلا في بيت جالك خساره مش عارفه تعملي اكل ايه، صب عليك البيت مره واحده، يبقى عندك الاكل في الثلاجه، تطلعي بقى تحمريها، تعملي معاها مكرونه، ممكن بقى تعمليها بسلطه وطحينه وعيش بقى وتاكلي كده. ايه، يبقى الاكل سهل. الناس اللي بتبقى عارفين عنها اكل اليوم كده، دي والله العظيم والله العظيم بجد بتنفع لما تتحط في الفريزر مش هتتلج، هتبقى زي ما هي كده. طلعي الصبع بصبع. شايفين؟ اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، باي باي.